قولي يا هبه. ازيك يا دكتور؟ ازي ربنا حضرتك؟ يخليك يا حبيبتي. دكتور، كنت عايزه احكي على حاجه. هو انا شغاله في مدرسه موسيقى في مدرسه دوليه. انت من بور فؤاد؟ لا، من القاهره. اصل السؤال ده اتسال لي امبارح في بور فؤاد. لا. كنت شغاله في مدرسه موسيقى في مدرسه دوليه. والمدرسه فيها احتفالات بالكريسماس لان هم اجانب. فانا كنت عايزه اعرف، لو انا طبعا لازم ان انا احتفل بيها، لازم احتفل معاهم وادرب الاولاد واعمل شغل وكده. فهل الاحتفالات ديت، انا مسلمه، هل الاحتفالات ديت تبقى حرام؟ يعني فلوسي تبقى حرام؟ ابدا، ولا فلوسك حرام ولا احتفالاتك حرام ولا اي حاجه. انت بتطبقي قوانين موسيقى في اي مكان على اي حاجه، وده اكل عيشك. سين سؤال جيم جواب. لو اجانب، لو بيع، لو صلوات، لو مساجد، مش مساجد طبعا، حاجات غير اسلاميه، وجابوا نجار او سباك عشان يدخلوهم ميه في مكان بيعبدوا ربنا فيه على غير الطريقه اللي احنا بنعبدها، يبقى ده حرام؟ الاجابه لا، بكل هدوء وبكل أدب وبكل عدم انفعال. شكرا يا هبوب.